يا ترى مين الراجل اللي عمل اكتر فلوس لبركشاير هاثاواي اكتر من وارين بافيت نفسه؟ احنا بنتكلم عن تيم كوك. الكلام ده مش اشاعة ولا رأيي الشخصي، ده وارين بافيت نفسه اللي قال امبارح في الاجتماع السنوي تيم كوك has made more money for Berkshire than I ever have. بركشاير استثمرت في ابل سنة 2016. النهارده ابل بتمثل حوالي نص محفظة الاسهم في بركشاير، وساهمت بأرباح تتعدى ال 100 مليار دولار ما بين توزيعات وارتفاع في سعر السهم وعوائد إعادة شراء الأسهم الباي باك. تخيل كل ما أبل تشتري أسهم من نفسها نسبة بركشاير بتكبر من غير ما يدفعوا ولا دولار إضافي، وده بيخلي تيم كوك المدير التنفيذي الوحيد في السوق اللي بيغني المساهمين كأنه مستثمر مش موظف. وده الفرق الكبير. بافيت مش بيقول كده مجاملة، هو بيبعت رسالة ذكية جدا. القيمة الحقيقية مش في الريفينيو العالي ولا في الفالويشن المجنونة، القيمة الحقيقية في إدارة بتشتغل لمصلحة المستثمر. وده سبب إن بافيت ما بيستثمرش في أي شركة وخلاص، مش مهم البيزنس نفسه قد ما بيهمه مين اللي بيدير البيزنس. ودي الرسالة الأهم ليك كمستثمر. عايز تختار سهم، ما تبصش على التشارت، بص على الكرسي التنفيذي. اسأل هل المدير بيشتغل كصاحب بيزنس ولا بيجري ورا البونص.